هلا بيك، الله يحفظك. على متابعين نورت بغداد والمراد كاظمية. اوكي، هاي الشغلات اللي موجوده بالسوق. ما اعرف هذا الطبل شو يسوون بيه. اكو شغلات تراثيه. طبعا ايضا كل المطاعم بها دجاج ولحم للقص. طبعا محلات الذهب ايضا من ذيك الجهه الثانيه. مول جواهر. هلا حبيبي. جواهر من فايت له؟ بصراحه انا ما فايت له ابد. اكو مول جوال مطعم او نفس الشيء المطعم فوق. قاعد المول شنو فارغ؟ هنا العصائر. مشويات الاسدين. مشويات الاسدين يعني مو اسد واحد، اثنين اسدين. خاصة هواي المعزولة، صارات خاصة شباب معزولة يابا. هذا خبز يسوونه برا. مطعم الاسدين احبكم يابا. الاسدين، مطعم الاسدين. هنا الحلويات. اهلا وسهلا بالزوار. مية هلا بكم يابا. مية هلا. هذا اخوي حيدر. طبعا هنا الشيء كل مطعم طلع له واحد يجيب الزبائن. مطعم باب الحارة. الواحد ما حاط واحد قدامه. هذا المطعم اللي هو مطعم الحسينين، ما مخلي اي واحد قدامه، مو مثل الباقين، كل واحد مخلي قدامه واحد يصيح. عم بالك يبيع ما اعرف شنو، طماطه او شيء. هو مطعم يعني الجوعان اكيد راح يجي. شوف بس هذه الصيحه عوال. طبعا المحلات القليله اللي هي مال موبايل تكون كلش قليله هنا. زاد بنات الحاره يسمون حار. هاي مقبلات الفنجان. هاي صالحه. هاي بركات الزهراء فلافل. همبرجر وستيك وزنجر. وفوقها كوفي شوب. ذاك كوفي. هذا قاعد نشرح على اليوتيوب. شو اسمه؟ حسن كريم. حسن كريم؟ ايه. بس قاعد نشرح. اللي صورنا ذا تخطش. مصورك من هناك والله وحكيت عليك. يسمون حار. هاي مقبلات الفنجان. هاي صار العوض. الله يحفظك. الحلويات منتشرة جدا هنا هواية، يعني من غير اللوزينة المتعارف عليها الدهينة اللي هي الشكرية والراشية. اكو هواي اشياء بس منتشرة بشكل مو طبيعي، يعني ممكن ويا المطاعم يعني. أسواق وكرزات الساعة. مطعم زاد وملح. اكو مطعم زاد وملح موجود بالزعفرانية ايضا فلكة المحل. هم زاد وملح اسمه، ما اعرف تابع لهم او لا. هاي مطعم كباب الامامين. قلت لكم كل مطعم تلقى واحد بالباب يصير تعال جاي صالات عوائل مدري شنو مقبلات خبز. هذه فلافل مشكل كاتب لك مقبلات مجانا. ترى يعني وين ما تروح هم المقبلات اعطيها انت تاخذ من همها عادي يعني. هنا يصيحون بيها ان المقبلات مجانا خبز مجانا. يعني مثلا اذا تطلب كباب ما يعطيك وياه خبز اكيد يعطيك خبز لازم حبيبي.
هذا معشب واثق هدب. هذه مرطبات الشيخ. هنا مطعم الشامي، عن بالي الشام. طبعا المطاعم السورية صارت أكثر من العراقية هنا ببغداد. طبعا هذا فندق ضي الإمامين، دار بغداد للسبائك الذهبية. هناك الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. شيل حنو هنا ماكو اغاني، ماكو كوبرايت. طبعا كل مقطع صوره لازم يطلع لي كوبرايت، لازم يطلع واحد مشغل اغاني. تروح منتزه مشغلين اغاني، تروح مدينه العام مشغلين اغاني، تروح مول مشغلين اغاني. فالحمد لله هنا ماكو اغاني. طبعا ملابس. وهناك حلويات، قاسم ابو الحلاوه. ان هنا الملابس خليها برا كاتبين اسعارها. عندك مثلا هذا التيشيرت ب5 الاسود، كلهم كاتبين عليهم اسعارهم اللي هي ب5 كل شيء هنا موجود ب5. والله شغله حلوه. اشتري واحد، اشتري بيجامه ب5 نقول يلبسنا. اوكي خلينا نشوف هذا تطلع صغيره سعرها 5000. إذا طلعت صغيره. ممكن واحد يشتري شيء منه يراد له جايه خاصه، او جايه تشتريته بالاسواق. من هنا هواي اشياء. عندك هذا ب15، هذا الفستان الاسود المشمشي ب10. هاي باقي الشالات ما شالات. هنا طبعا ينتهي الشارع، طبعا يم الركن الاخضر اللي هو هذا، شوفه ينتهي الشارع، ورا راح توصل للسيارات. فهذا هو الشارع اللي موجود، اللي هو يصير مدخل الامام موسى بن جعفر. مثل ما تشوفون هنا موسى بن جعفر عليه السلام. طبعا زرنا الحمد لله والشكر، ودعينا لكل المسلمين والمسلمات. وهذا هو مقطعنا لهذا اليوم. اكتبوا لي اذا عندكم اماكن ثانيه نزورها غير الاماكن اللي اني نشرتها بالقناه. فاشوفكم مقطع ثاني. الى اللقاء.